أول تعليق من كابتن محمد أبو تريكة بعد تتويج النادي الأهلي بالسوبر المصري والفوز على الزمالك 2-0، حيث علق تريكة وقال تصريح هام جدا جدا بعد فوز النادي الأهلي، حيث قال تريكة: أنا قلت قبل كده إن زيزو أهم لاعب هجوميا في الأهلي من بداية الموسم، ومن غيره الوضع كان هيبقى أصعب، دي حقيقة مطلقة، اللي بينكرها بيبقى خضع للضغط الزملكاوي. 8 مساهمات في الدوري ومساهمة في نصف نهائي السوبر وفي نهائي السوبر، لاعب جاي فري ومع ذلك بيتقال لاعب ال100 مليون، اللي أصلا الفرق بتجيب لعيبة أجانب مجهولة ومشطبة بيدفع ليهم ب3 مليون دولار غرامات وهم ما سجلوش هدف. محدش قال انك ضفت للسكواد بتاعك لاعب قيمته 5 مليون دولار ومن غير ما تدفع لناديه جنيه. لاعب عملوا له معايير لوحده من الاسيست، من ركنيات وركلات ثابته ما يتحسبش، ومن عرضيات ما يتحسبش برضه. لاعب رغم انه تعرض لاسوأ تجاوزات في حق اي بني ادم، ولا اتحاد كوره ولا رابطه حد كان بيحميه، ومع ذلك اراده حديديه بعد الهتافات بيصنع هدفين في اول ماتش في الدوري مع مودرن، وبيسجل هدفين في تاني ماتش مع فاركو. حاولوا يلعبونا نفسيا ويقولوا لما يغيب الاهلي بيكسب، وللاسف في ناس مشيت معاهم، مع ان زيزو في اي ماتش كبير اهم لاعب لاي مدرب. زيزو ما يستحقش الانصاف النهارده، زيزو يستحق الانصاف من بدايه الموسم لانه افضل واهم لاعب في الاهلي الموسم ده. زيزو اخذ اهم قرار في حياته لانه قرر يفرح وهو بيشيل البطولات مع النادي الاهلي بدل ما يبكي وهو بيخسرها زي بزيرة. اسيست زيزو علشان يسجله بن شرقي هو قدر، بيقول لكل واحد قلل منهم، انتهى الدرس.